الاتحاد الأوروبي يوجه تحذير خطير إلى المغرب من ما سوف يقع. كشف التقرير الأوروبي النصف السنوي بمؤشر المخاطر لسنة 2024 الذي صدر أخيرا عن مركز إنفورم التابع للمفوضية الأوروبية أن مؤشر المخاطر في المغرب بشكل عام ليس مرتفعا، حيث سجل معدلا منخفضا نسبيا بلغ 3.5 درجات من أصل 10 درجات. ووفق التقرير ذاته فإن درجة احتمال تعرض المغرب لخطر الكوارث الطبيعية يبلغ 4.3 درجات، حيث يظل الجفاف أكثر هذه المخاطر المهددة للمغرب بنحو 6.4 درجات، يليه خطر الفيضانات النهرية 5.1 درجة، ثم الفيضانات الساحلية 5 درجات، والخطر تسونامي 4.5 درجات، والزلزال 4.4 درجات، ثم خطر الأوبئة 3.5 درجات. وكان التقرير الأوروبي قد صنف المغرب في المرتبة 88 عالميا ضمن قائمة الدول المعرضة للمخاطر الطبيعية والأزمات الإنسانية ومدى جاهزيتها للتعامل معها، وذلك من بين 194 دولة شملها نفس التصنيف.